شفت الواد الكحيان ده؟ اهو ده بقى اللي حكومات اليابان كلها بتدور عليه. ساموراي سفاح مشهور باسلوب قتالي دباح، على قد حاله يبان غلبان، لكن لو فكرت تيجي عليه هيجيبك تحت رجليه. ومش بس كده، ده كمان هينهي حياتك. بيتغدر بيه من حكام المملكة، وده تسبب في مقتل اعز الناس ليه، وكان من ضمنهم خطيبته والانسانة الوحيدة اللي حبها. فيا ترى ايه حكاية بطلنا بالظبط؟ وليه المملكة غدرت بيه كده؟ وهل هتسيبه في حاله ولا هتحاول تقضي عليه؟ اهو ده بقى اللي هنعرفه في الفيديو الجامد بتاع النهارده. هتقولي جامد ليه؟ هقولك تابع الفيديو وانت هتعرف. وطبعا لازم تدعمنا بالاشتراك والاعجاب على الفيديو قبل البداية. والاهم يا صاحبي اذكر الله وصل على النبي، وهيا بنا نرى ما جرى في احداث تلك الحكاية. في احدى الليالي الهادئة بيستأجر التاجر ده مجموعة من السيافين عشان يحموه وهو بيتمم الصفقة. معهم صندوق غريب، صندوق فيه مادة خطيرة بتسبب الغثيان وبتضر بحال الشباب. بيخلصوا مهمتهم بالفعل وبعدها بيقرروا يهربوا بسرعة قبل ما الساموراي يوصل للمكان. لكن على مين بس يا غلبان؟ الساموراي بيظهر في وشهم. وها قد بدأنا. قال لهم مالكم كده مفكرين بعد اللي عملتوه هتعدوا بالساهل كده؟ لا ده انتوا غلابة. هوبا بيتحرك من ناحية الأول وبيخلص عليه، من بعده التاني والتالت وبلع يلا. بيخلص عليهم كلهم وبيقرر ياخد بعضه ويمشي. هو بالمناسبة يا صديقي ده بطل الانمي بتاعنا واللي اسمه رايزوا، ساموراي على قد نياته كده. المهم بيقرر يهرب من المكان بسرعة قبل ما حد يمسكه، بس للأسف أشخاص من المملكة بيلاحظوه. مالك يا عم خفت كده ليه؟ ده احنا جايين بس نمس عليك بعد ما قتلت رجالتنا. رايزوا مش عارف هيعمل ايه بالظبط، لكنه في الآخر بيقرر يواجه. وزي ما انت عارف يا صديقي لما تظهر السلاح الكل هيرتاح. رايزوا في نفسه بيقول كده خربانة وكده خربانة، وهوبا بينط من التل العالي وبينزل لتحت. طبعا كأي شخص عادي لازم يموت من الارتفاع ده، بس اللي ما تعرفوش يا صديقي ان رايزوا مش شخص اصلا، ده بيتعشى بني ادمين يا جدع. وفعلا بيقدر ينجو وبيستخبى تحت الجسر ده. وللاسف فرحته يا عيني مش بتكمل لانه بيطب عليه شخص بشعر ابيض. الا بقول لك صحيح، سمعت عن ساموراي بيقتل في ناس قريب من هنا؟ رايزوا قال له لسه معدي حالا، اخلص يلا وقول لي انت عاوز ايه يا ابو شعر ابيض. رد عليه بان اسمه اوسوي. فبيرد عليه وبيقول له على فكره انا اسمي اوسوي ومش جاي على شر خالص، كل اللي انا عاوز اقوله لك ان في حد مستاجرني عشان اقتلك، بس انا مش هعمل كده. فبيرد رايزوا عليه وبيقول له انه شغال تبع المملكه ووظيفته قتل الخونه وحمايه المملكه من شرهم. طيب بما انك شغال للمملكه ليه بتهرب منها؟ قال له انا قتلت شخص عزيز عليا ومش قادر حتى ابص في عيون الاشخاص القريبين منه. فاوسوي قال له تمام انا مصدقك يا عم، بس صدقني انت كده مش هتحل المشاكل وانت قاعد في مكانك. لكن كل ده ما كانش سامعه رايزوا، وده لانه اغمى عليه من نطة التل والتعب. اوسوي بيقرر ياخده معاه، ولما رايزوا بيفوق بيستغرب من المكان اللي هو فيه. بيسأل اوسوي على اللي بيعمله، فبيقول له ان هو شغال وبيصنع ادوات واشكال جميلة في النهر، انما في الليل انا بشتغل في حاجات من تحت لتحت كده. ايوه بالظبط، شغال محقق على الجرائم الخطيرة ودي المساعدة بتاعتي. المهم بقى يا عم رايزوا انا عايز اكلمك في حاجة مهمة. اولها انك قتلت الشخص الغلط، بمعنى ان في عشيرة اسمها ساتاسوما شغالة في كل حاجة حرام، من اول الخمر والميسر لحد الرهانات، لكنهم لبسوا كل التهم دي للشخص اللي هو عزيز عليك واللي بالمناسبة اسمه هيراتا. وللأسف انت قتلته بعد ما كان خلاص هيكتشف سر العشيرة وكان خلاص هيحاكمهم. رايزوا بينهار من اللي سمعه وانه قتل هيراتا الشخص العزيز عليه ومن غير ما حتى يعرف حقيقته. اوسوي قال له خلاص مش هينفع الندم، انت لازم تكمل مسيرة صاحبك لانه طلب مننا نكتشف حقيقة عشيرة ساتاسوما. رايزوا ما كانش عنده خيار غير انه يوافق. بينطلقوا بعدها رحلتهم الاساسية عشان يجيبوا حق هيراتا. عدى فترة من السفر فبيقرروا يستريحوا في الكوخ ده، وبنشوف ان اللي كانوا متكلفين بالمهمة 4 افراد بس منهم رايزوا. بيجهزوا الخطة اللازمة للمهمة وبيقرروا يتحركوا على اخر الليل، وفعلا في الليل بيوصلوا للمكان المطلوب. المهم بنرجع نروح للعشيرة واللي بيتكلموا عن حوار هيراتا وان رايزوا سهل عليهم الدنيا، بس لحد دلوقتي عقلي مش مستوعب ازاي يقتل ابو خطيبته. ايوه هيراتا يبقى ابو خطيبة رايزوا. بيتمزجوا بعدها وبيقرر شخص منهم يروح يجيب شوية شاي، بس للأسف يا صديقي صاحبنا ده مش بيلاقي شاي، لا ده بيلاقي حبل بيلف حوالين رقبته من المساعدة بيوديه للآخرة على طول. صحابه بيسمعوا صرخاته فبيتحركوا بسرعة ناحيته لكنه خلاص كان ودع الملاعب. وهوبا الشخص ده بينزل على واحد من العشيرة بسكاكين بيخرمه، وأوسو بيمسك التاني بتعويذة غريبة بتقتله
يقتله فورا. بس الله، هو فين رايزوا كده؟ ورايزوا اصلا في الوقت ده كان عند قائد العشيرة، قال له انت السبب في قتل لهراتا، عشان كده انت هتحصل عشيرتك. القائد بيحذره وبيرفع عليه السلاح. بترفع على مين؟ ارجع يلا. بيديله واحدة بالسيف جابت اجله، وبيهرب من المكان بسرعة لدرجة انه بيهرب من أسوي ذات نفسه، وبيتجه ناحية مكان معين عاوز يوصل له. للتوضيح المكان ده مكان خطيبته. فعلا بيوصل هناك وبيقرر انه ينتحر بعد ما يعرف خطيبته وكل حاجة حصلت، بس للأسف ما بيلحقش يا عيني. الحزن بيعم المكان، لقاها مرمية على الأرض، الدم مطرطش في كل حتة، السيف في نص رقبتها ومنتحرة بأبشع طريقة، صدمة بكل المقاييس. رايزو قال وانا لحقت اخلص من الهم اللي فات عشان الاقي الهم ده، لكن اللعبة خلاص خلصت يا صاحبي، واعز الناس عندك ماتوا. فخطيبته انتحرت بعد ما عرفت ان رايزو قتل ابوها. بيفتكر وقتها ماضيها معاهم وانهم كانوا اعز الناس لقلبه، لكن خطيبته بتقول له انت السبب في كل ده، وانا بالنسبة لي انت مت كمان وهحصلكم. فبتقتل نفسها، وده كله بسبب تدبير من المملكة لقتل هراتا. بتعدي فترة على المهمة، وأسوي بيتجمع مع القائد بتاعه، قال له عاش عليك، انت كده حققت الانتقام ورجعت العدالة، بس قول لي هو كان في شخص بيساعدكم؟ أسوي قال له ايوه، ساموراي واسمه رايزوا، كان طيب القلب بس للأسف اتضحك عليه من المملكة فقتل هراتا ظلم. الزعيم قال له حتى لو ده تدبير وكان مفكر انه بيحقق العدالة فهو قتل روح، ودلوقتي عندك حلين ملهمش تالت، اما تضمه ليك ويبقى واحد مننا، واما تخلص عليه لانه قتل الزعيم قبلنا. أسوي رد بتمام وبيسيب المكان. بيروح بعدها للمساعدين بتوعه بيوزع الاجر بتاعهم، واول ما بيعرفهم عن حوار رايزوا كانوا عاوزين يقتلوه، اكرم لهم من انه ينضم معاهم، لكن أسوي كان عنده رأي تاني وبيقول ان رايزوا عنده موهبة، فبيوافقوا بيقولوا خلاص مفيش مشكلة يا عم احنا نضمه معانا. بيروح فعلا يزور رايزوا اللي خلاص غرق في اكتئابه وشكله مش ناوي يكمل، لكن أسوي بيهديه وبيقول له ان احنا منظمة بتهدف للعدل لكن بطريقة بسيطة وهي الانتقام. طب ما ده يا عم شغل غير شرعي. قال له فعلا بس في ناس مش بيكرهوا اشخاص لدرجة الانتقام ومش بيقدروا يحصلوه، عشان كده بيقولنا احنا اي نعم القتل يظل قتل لكننا بنحاول نحقق العدالة، بس اي عدالة يا صاحبي مصيرها القتل في النهاية. رايزوا قال له طيب عاوز مني ايه بالظبط؟ قال له تنضم لينا وتبقى واحد مننا وليك مقابل. رايزوا بيعارض لانه مش عاوز يقتل اي شخص تاني. وقتها كان الدكتور اللي هو الفرد الرابع من المنظمة بيكشف على امرأة مريضة، بيقول لها حاولي تاكلي كويس وحاولي تدلعي نفسك. الست قالت له مفيش داعي يا دكتور، انا عارفة ان خلاص النهاية قربت، على العموم انا اكلت الوجبة الاخيرة وعارفة ان سبب موتي هو الشرب، لكن خلاص ما عادش فيه ندم، بس طالبة منك طلب اخير. بتفتح صندوق غريب وبيظهر عليه عملة ذهبية عليها علامة غامضة. يا لو العملة دي معايا كنت بعتها واتجوزت ويحلو الكلام. الدكتور قال لها عاوزة تنتقم من مين بالظبط؟ فالعلامة دي يا صاحبي الناس بيشتروها عشان يطلبوا الانتقام. المهم هي قالت له انها عاوزة تقتل شخص يضع عينه، ولو سألت عنه هيقولوا لك ده جوزي، بس ده كان بياكل بعقل حلاوة وبيقول لي انا وانا والحديد التانى، لدرجة انه كان عاوز يشبه نفسه بالملك. فصدقته ووثقت فيه، بس ده طلع فاشل وما معهوش جنيه وبيستغلني، وده عشان انا غنية وخد كل فلوسي هو والمدير. الدكتور قال لها قصدك ننتقم من الاتنين؟ الست قالت عاش عليك، وعلى ما اظن كده انتم اسمكم المنتقمون ذا افنجر يعني. بعدها بنرجع لأسوي من تاني وبيوري علامة الانتقام لرايزوا، ووضح بان كل ما كانت العضة اشد ده بيظهر مدى كره الزبون للشخص المستهدف. انا عارف ان دماغك مقفلة بس تعال نشم شوية هوا، لكن دول ما طلعوش يشموا هوا، لا دول بيطلعوا على جنازة البنت اللي كانت مع الدكتور. بيروح لهم الدكتور بعدها وبيعرفهم انها ماتت ضحية الشرب. فايه الاخبار؟ هنطلع الطلعة الجديدة ولا ايه الكلام؟ أسوي قال له نستنى موافقة رايزوا، وده لانه شاف بعينه موت شخص نفسه ينتقم بعد ما خدوا فلوسه ومش عارفين يدفنوه كمان. فرايزوا بيقول له طب سيبوني في حالي شوية افكر حتى، وفعلا بعدها بيسيبهم. بيروح رايزوا لقبر خطيبته وبيتأسف لها عن كل اللي حصل. واللي محيرنا يا صديقي ان الشخص ده من كتر الكذب بيحلق دقنه بسيفه. المهم الدكتور بياخده للمقر، قال له انا جهزت لك جزمة هتاكل من رجلك حتة، جربها وهتدعي لي. وفي نفس الوقت ده كان اينو عايش احلى عيشة لحد ما المدير بيقطع عليه فرحته، عرفه بان في اشخاص بيتحركوا وراه فانت لازم تهرب من هنا مع الحارس ده. اينو لسه هيرفض، لقى نفسه بره البيت بيهربوا بالقارب. فاينو قال له طيب انا دلوقتي اعمل ايه لو حد قنص عليا؟ فالحارس بيقول له ما تقلقش، فالخوذه بتاعتي مضاده للرصاص والاسهم. طيب وانا مالي بيك يا عم انت؟ وطبعا مفكرين نفسهم في امانه لحد ما بيظهر الدكتور اللي هيعمل قلبان، فبشدة سهم واحده بس والضغط الشديد بيبان
قدر يفرتك راس الحارس في ثانيه والمركب بتنقلب. يبقى خلي الخوذه تنفعك بقى. بيحاول اينو يهرب من المكان بسرعه ومفكر نفسه نجا، لكن رايزوا بيقطع عليه فرحته. بيستعمل الجزمه الجديده، هوب اشواك بتظهر من تحتها بتزود سرعته، وبهجمه سيف واحده بيقدر يقسم الشخص ده نصين. كده فاضل شخص واحد بس، ايوه هو المدير. كان عايش في مكان حرام لحد ما بيطب عليه الجروب العنيف. البنت الحريفه مساعده اسوي بتحاول تجر بعيد لحد ما بيغفلوا اسوي بتقنيته وبيقتلوا بابشع طريقه. المهمه تمت بنجاح. وفي اليوم اللي بعده كان رايزوا مع المساعده بيتجولوا في حي يدعى الحي الصيني، مكان راقي جدا بس فيه كل حاجه حرام في حرام، لدرجه ان اصحابنا ماشيين بيقابلوا مشكله كبيره في السكه، وهي ان في شخص صاحب محل تماثيل بيهرب من على التماثيل دي افيون. صاحب المحل بيحاول يفهمهم ان كل ده كذبه، بس اللي بيثبت الحقيقه انهم لما بيكسروا تماثيل بيلاقوا جواها جرعه افيون. صاحب المحل اتصدم لانه محترم ومالوش في الحاجات دي، بس خلاص التهمه ثبتت عليك يا صاحبي. رايزوا كان عايز يتدخل لكن المساعده وقفته، قالت له بان الشخص ده ما قبلش الرشوه عشان يهرب الافيون، فبسبب كده لبسوه تهمه باطله عشان ما قبلش الصفقه. وده غير ان مراته هي اللي بلغت عنه. زي ما انت سامع بالظبط، رايزوا بيتصدم من الظلم اللي شافه بعينيه، فده نفس اللي حصل مع هيراتا، لكنه بيقرر يمشي في الاخر. الدكتور بياخد رايزوا وبيروحوا للفرد الرابع اللي شفناه في الاول اسمه سوجي. الدكتور قال له من النهارده رايزوا هيصطبح على وشك كل يوم، بمعنى انه هيعيش معاك يعني. وكان لسه سوجي هيرفض، بس تحس ان الدكتور ماسك عليه زله فبيسيبه يقعد معاه. رايزوا بيشكر سوجي على استضافته، لكنه بيشتم فيه وبيقول له هي خربانه اول ما شفتك، اصلا نفسي اقتلك ومش عارف ليه بصراحه. بنروح بعدها لاسوي اللي كان في حي المتعه مع الشخص ده. قال له جايبني هنا ليه يا اساريز؟ لا ولا حاجه يا فنان، حابب اسالك عن حاجه كده بس. تعرف ساموراي كده عمل مجزره في عشيره اوساتو من قريب، بيستدعي الخادم بتاعه عشان يقول له اسمه الساموراي، والمفاجاه ان اسمه رايزوا. اسوي حاول ما يبينش ان في حاجه غلط وقال له لا معرفش، فبيرد عليه وبيقول له خلصانه معاك يا زميلي، بس اسمع لو عرفت اي حاجه جديده قول لي، لان صاحبي محتاج الشخص ده قوي عشان يفنشه. وده لانه زعل صاحبي شويه، وعلى ما اظن كده ان في شخص بيساعده عشان يستخبى. اللي اقول لي صحيح، خد دي لقيتها مع بتاع صاحب محل التماثيل بتاع الافيون ده، فعاوزك تشوف شغلك بقى، يلا سلام. بيتجمع اسوي بعدها مع فرقته، قال لهم دلوقتي في مهمه جديده، بس يا رايزوا خد بالك لان العين عليك كتير، بمعنى ان انت عليك تهديد وفي اي وقت ممكن تموت. سوجي قال له قشطه يا عم، انا ورايزوا هنستلم المهمه، والدكتور هيحقق هو والمساعده عن اللي بعت العمله دي، وفعلا بيعملوا كده. والدكتور بيكون عارف خلاص مين اللي بعت العمله وبيتوجه لحي الفقراء، حيث البؤس والحزن والهم مجتمعين هناك يا زميلي. بيزوروا مكان مليان اشخاص شبه الميتين، وبيروح للست دي وبيقول لها انت بعتي دي ليه؟ مش انت مرات صاحب محل التماثيل برضه ولا ايه؟ قالت له ايوه انا عملت كده بامر منك عشان تجيب لي الدواء. الدكتور استغرب وقال لها قصدك ايه يعني؟ بتكرر كلامها تاني. وقتها الدكتور بيعرف ان في شخص ابتزهم بالعلاج وعامل مكيده عن قصد، بيعرف هما مين بالظبط وبيحقق وراهم هو والمساعده. بعدها رايزوا اللي كان مع سوجي بيبداوا يتحركوا ناحيه الدكتور. المساعده عرفتهم ان الزبون هنا وخمسه بس في المكان. سوجي قال حلو جدا، ايه رايك بقى نعمل رهان؟ بص يا عم رايزوا، اللي هيقتل اكتر فينا هيكسب، او عشان انت مبتدئ لو تعادلنا انت الكسبان وتقدر تعيش معايا، انما لو خسرت هتسيب البيت. طبعا مستحيل التعادل والواد بيشغل دماغه عليه. رايزوا بيوافق على الرهان وبيتحرك بسرعه، وسوجي كان عارف ان هو اللي هيكسب لان رايزوا هيغلط وهيجمع الخمسه حواليه فهيقدر يغفلهم ويكسب بكل سهوله. بس على مين؟ ده اسد العرين، بيوقع واحد منهم بكل خفه وسهوله. سوجي اتصدم، بيقرر يتحرك وبيقتل اتنين بسرعه، لسه هيجيب الهاتريك لا رايزوا مخلص عليه، فبيتضايق انهم يتعادلوا. وبتحس كده يا صاحبي انهم بيقتلوا في حمام عادي جدا. بيخش رايزوا جوه المكان عشان فاضل واحد بس، بيعرف مكانه وبيتواجهوا وش لوش. لسه هيسحب رايزوا سيفه لكن بيلاحظ حاجه غريبه، فبيقرر يسيب سوجي يقتله. سوجي بقى مفكر نفسه هو اللي فاز وبيقول له بره بيتي يلا، لكن رايزوا بيفاجئه وبيهجم ناحيته، بس ده مش بيهجم عليه، ده بيقتل شخص من ورا الستار وكان هيخلص على سوجي. بيقول له خلاص يا عم انت كده الكسبان وهتخليك معايا في البيت. رايزوا بيفرح وبيقول له تمام. في وقتها كان الدكتور مع اسوي يعرفه بان المهمه تمت، بس عاوز اكلمك في حاجه مهمه، وهي ان رايزوا هيعمل لنا ازمه قدام، واخد بالك؟ اسوي قال له ايوه، وشكلهم كده مش ناويين على خير. بتعدي بعدها الايام بسرعه من غير حتى ما تظهر اي مهمه جديده، وكل اللي بيعمله رايزوا وسوجي انهم بياكلوا ويناموا. الحال ده بيدوم لفتره طويله لحد ما سوجي بيقترح على رايزوا انه يشتغل بدل ما هم قاعدين على الفاضي كده. رايزوا
رايزو قال له زي ايه مثلا؟ سوجي قال له تمام انا عندي كذا حل، اولهم تكون مساعد للدكتور. فعلا بيعملوا كده والدكتور بيعالج شخص معين. فلما المريض التاني شاف وش رايزو وانه من الساموراي هرب بسرعه جدا من الخوف. الدكتور قال له انت هتطفش الزباين بره بقى. سوجي قال له انت لحقت تطرد، طب هنعمل ايه تاني؟ بيقول له بص يا عم اي حاجه قيمه عندك بيعها زي الطبق ده. رايزو رفض لان ده من اوسوي، ده غير ان كل حاجته مهمه ليه. سوجي مش عارف يعمل ايه فبيروح يستشير كل من اوسوي والمساعده. بيضحكوا من اللي بيعمله رايزو وانه كان شغال مساعد للطبيب، بس اوسوي بيقول خليك معاه وراقبه يا سوجي لحد ما بيحس بالمشاعر بتاعته. سوجي استغرب لكنه بيوافق. بيروح اوسوي للزعيم قال له بص يا عم اوسوي قضيه الافيون لسه شغاله وفي ناس كتير بتموت واحتمال كبير ان في شخصين ورا كل الحوار ده. انا هعرفكم مكانه وانت عارف هتتصرف معاهم ازاي، بس اهم حاجه تعرفهم معنى الانتقام. اوسوي قال له تمام وبيجمع الفرقه بيعرفهم اللي فيها وان في شخصين في الحي الصيني احتمال يكونوا هم السبب في تهريب الافيون، لازم نعرفهم الصح. بس انا والدكتور والمساعده اللي هنتحرك، انما سوجي ورايزو هم اللي هيخليهم ويدوروا على شغل تاني حاليا. سوجي مش مصدق الهبل اللي بيحصل لكنه بيوافق. بيخلي رايزو بياع في المحل ده، بس من غباء الفكره اي حد بيشوف رايزو بيهرب بسرعه لحد ما زبون قدامه بيهرب ورسوماته بتقع. فبطلنا فكر في حل سهل وبسيط وانه يرسم رسم احترافي. فعلا الواد بيبدع بشكل مش طبيعي لدرجه ان المحل بيتشهر في ظرف نص ساعه. مش كده بس لا، ده بيحقق مبيعات عاليه وصاحب المحل بينبسط. فكك بقى من كل الكلام ده ونرجع لمهمه الانتقام. ايوه الشخصين دول هم المتهمين بقضيه، عشان كده اول ما الست دي بتفتح الباب لقيت سهم معدي من وشها خرم قلب الراجل اللي معاها. يا حلاوه الدكتور عمل الصح. الست بتحاول تهرب وتطلب المساعده لكن على حظها بيظهر اوسوي بيرزعها واحده جابت اجلها هي كمان. وكده المهمه دي نجحت وانتهوا منها بسرعه. بيروحوا بعدها يطمنوا على شغل رايزو لقوه مبدع حرفيا وبيقرر رايزو يسيب المكان. بعدها بنشوف سيرك ضخم بيقدم عروض عاليه جدا والناس بتتلم زي المجانين هناك. بس اللي ما تعرفوش يا صديقي انهم في الاستخبص بياخدوا الاطفال اللي بيروحوا هناك وبيخطفوهم زي ما حصل مع الطفلين دول. كان صاحب الشركه الذي يدعى دوان بيقطع عليهم الطريق، قال لهم انتم ملكي من النهارده وبياخدهم معاه. مين دول بقى؟ ايوه صحاب هنا. فلو ما تعرفهاش دي اخت السوجوي. فلما مش بتلاقيهم نهائيا بتروح تشتكي لاخوها. فبيتحرك هو ورايزو يدوروا عليهم لكن مش بيلاقوا اي اثر لاختفائهم. وفي نفس الوقت كانت المساعده اللي بالمناسبه اسمها نيو بتلعب بالطياره الورقيه بتاعتها واوسوي بيراقبها في صمت لحد ما بيقطع السكوت ده ظهور ملك السيرك. قال له عامل ايه يا اوسوي؟ ما وحشتكش يا راجل ولا ايه؟ لا ما وحشتنيش، اخلص عاوز ايه؟ قال له بسيطه يا اسطى انا عاوز الوحش اللي معاك. اوسوي رفض لان نيو بشري مش وحش، ده غير انه مش فارق معاه الفلوس وانا قررت اشتري منك نيو زمان عشان احررها. دون قال له طيب اسمع مني وهاتها لانها في يوم هتخونك صدقني. اوسوي قال له مش فارقه، طير انت بس وملكش دعوه. ولسه نيو هتكلم اوسوي بتتصدم من ظهور دوان. بعدها دوان بيسيب المكان. وفي اخر الليل بقى كان دوان بيشوف الطفلين دول هيقدروا يعملوا عروض ولا لا وقرر في الاخر ياخدهم. الحراس قالوا له تمام وبيسحبوا الاطفال بدون رحمه. مش كده وبس، ده في اطفال غيرهم كتير محبوسين في زنزانه ولا كانهم شويه قطط. البنت دي بتقدم لهم الاكل وشكلها رحيمه شويه بيهم، بس لما بتلاقي الطفلين الجداد بيتضربوا بتحاول تتدخل لكنها بتركن مكانها. يلا بقى العبي بعيد. بعدها الطفلين للاسف بيتحبسوا. والمفاجاه بقى يا صاحبي ان نيو بتظهر في المكان وبتقول للاطفال يعضوا العمله الذهبيه. فعلا بيعملوا كده لكنها بتقرر تروح ناحيه دوان. بتقول له عامل ايه يا فنان؟ قول لي بقى لو عاوز ترجعني هتدفع كام؟ وشكلها ما يبشرش بالخير يا صديقي. فبعد فتره العمله الذهبيه بتوصل لهم. بيكونوا مستغربين ازاي اطفال معاهم العمله، ده غير ان المشكله في سيرك دوان وان العمله جت مع نيو. بيحققوا معاها لكنها بتقول انها راحت تمسي على دوان. فوهي مروحه لقت العمله دي مع الاطفال فوصلتها مش اكتر. الدكتور واوسوي شاكين في الحوار لكنهم بيقرروا ينفذوا المهمه. بيبداوا التحرك واولهم نيو. كان وقتها سوجي مع رايزو. بيقابلهم في الطريق واحد عجل بينفخ نار من بقه والتاني بيرمي السكاكين الحاده باحترافيه. رايزو قال له انا مع العجل وانت مع ابو سكاكين. والدكتور كان هيحاول يساعدهم بالسهم لكن المعضل ده بيقطع طريقهم. الدكتور قال له عاش عليك، انا بقالي كتير اصلا ما حاربتش بايدي، تعال نجرب بقى. بعدها بنرجع لرايزو وسوجي من تاني. الوضع مش في صالحهم خالص. كل ما رايزو بيحاول يتقدم عشان يحارب العجل
العجل بينفخ عليه نار، ومع النار الكتيرة دي احتمال يتحاصر وكمان نفسه ينقطع. ده غير ان سوجي بيعاني مع ابو سكاكين، وكل ما بيحاول يغفله بيلاقي ضربة بتصد هجمته. بيحاول يدور على حل لكن مفيش، والواد مش سايب له اي لحظة يفكر فيها. قال له بما انها خربانة تعالى، وبوم بيرمي الشرائح بتاعته بس برضه بتتصدى. ابو سكاكين مفكر نفسه منتصر، لكن سوجي بيغفله وبيرمي شريحة على انبوبة الغاز بتاعة العجلة، وهوبا رايزو بيطير على ابو سكاكين وبيرميه على العجلة، ومع احتكاك النار بالغاز بينفجر العجل مع ابو سكاكين. ووقتها كان الدكتور خلص على المعضل وقال له كفاية عليك كده، ارجع يلا. والمعضل بيموت. بعدها المكان بيولع والاطفال خلاص هتموت. بتحاول الست طيبة تطلب المساعدة، فلقت المفتاح قدامها وبتنقذ الاطفال، والمفتاح ده اسوي هو اللي رمهولها. بيقرر يسيبها عايشة وبينتقل للمشكلة الاساسية. ايوه دوان كانت نيو معاه. قالت له انا قلت لك هرجع لك صح؟ قال لها ايوه يلا بينا نهرب من هنا. البنت قالت له بس كده؟ طب خد يا عم. بتلف الاسلاك على رقبته ومره واحده بتشيلها خالص كده. المهمه انتهت ومحدش من فرقتنا مات، والاطفال بينجوا اغلبيتهم بيهاجروا مع الست طيبه، والطفلين صحاب هنا بيرجعوا لطبيعتهم من تاني، والدنيا جميله على الاخر. بعدها بيتم استدعاء رايزو مخصوص عشان يرسم رسمه معينه. الرسمه اي نعم هتكون صعبه بس عليها مكافاه عاليه. رايزو بيوافق على الشغل وبيقرر يروح يشتغل عليها، واثناء ما هم في الطريق بيلاقوا قطاع طرق مستنيينهم. سوجي قال له ما تقتلهمش، ومره واحده قطاع الطرق بيهجموا عليهم، لكن سوجي بيتصرف معاهم هو ورايزو. اتنين بيقدروا يمسكوهم واتنين بيهربوا، فبيروحوا يسالوا الاتنين دول ليه عاوزين يقتلوهم. قالوا له لا احنا عاوزين نقتل الشخص اللي معاك، عاوزين نقتل الساموراي رايزو. سوجي ما كانش مصدقهم، لكن رايزو فهم اللعبه وقال له يلا بينا نرجع. الدكتور بيعرف كل حاجه فبيروح الحي الصيني، بيتكلم مع قائدهم شويه وبيجروا بالكلام لحد ما بيوصل لسيره رايزو. وهوبا ارجع واعرف حدودك، سيوف من كل حته جاهزه انها تقتله في اي وقت. الدكتور بيقرر يسيبهم ويمشي عشان ما يتقتلش. بعدها بيتجمع مع كل فريقه وبيحكي لهم على اللي حصل، وان اهالي الحي الصيني منتظرينك في اي وقت عشان يقتلوك. ده غير ان اسوي بيقول ان في واحد اسمه ساريزاو طلب مني اروح له للمره الثانيه، فهو قال له عامل ايه ابو الصحاب؟ على ما اظن كده انا كلمتك على حوار رايزو مش كده ولا ايه؟ قول لي بقى عرفت حاجه جديده ولا لا؟ اسوي قال له لحد دلوقتي لسه ما عرفتش حاجه. يا خساره يا عم كنت شايف فيك امل. على العموم انا عاوزك تتحرك شويه عشان الحي الصيني عاوزين يقتلوا رايزو، وده لانه السبب في تدمير كل مخططاتهم، وانا الصراحه عاوز اقتله عشان قتل هيراتا، فاتمنى تجيبهولي قبلهم. وهنا ادركنا يا صديقي ان رايزو حظ وحش. يلا بينا نرجع للحاضر. رايزو علق بانه هياخد قرار لكل اللي بيحصل ده، وهو انه هيروح بطوله. طولك ايه يا عم؟ دول بهايم انت عبيط في دماغك ولا ايه؟ بس تحس ان الواد دماغه ناشفه ومش فارق معاه. منتظر ايه يعني من شخص قتل ابو خطيبته وخطيبته ماتت من الصدمه؟ سوجي مش عارف يعمل ايه بالظبط، ولكن خلاص كان رايزو مشي. نيو بتقول لهم فكوكوا منه هو مش لازمنا اصلا، بس اسوي عنده راي تاني. قال ان رايزو ساعدهم كتير، وبرضه الزعيم هيزعلنا لو الواد ده مات لانه يعتبر حاليا فرد مننا، فيلا بينا نتحرك كلنا وراه. نروح بقى الرايزو اللي خلاص وصل للحي الصيني. الكل بيتصدم ازاي هو جه لوحده، ده ايه الجراءه دي يالا؟ بيظهر الكائن العجيب ده وبيقول له لا جامد عجبتني، مفكر نفسك جاي تقعد في قعده صلح ولا ايه يالا؟ ده انا كنت منتظرك. ومره واحده الواد بيتحرك بسرعه كبيره ولا كانه بينتقل انيا، وبهجمه واحده بيقدر يخلي رايزو يغمى عليه. بياخده بعدها لاحدى السفن من اجل استجوابه. بيقول له فين الحاجه يالا؟ فين اللي انت قتلت هيراتا بسببه؟ رايزو بيقول له مش فاهم اي حاجه. فالشخص ده رد بانه هيفكره حالا، وبيقول له ايه العينين الحلوه دي؟ تصدق انا عايز اخد واحده منهم؟ تحب اخد اليمين ولا اخد الشمال؟ لسه يعمل مع رايزو الصح. لا رئيسه طالبه ضروري. بيقول له حظك حلو بس ثواني بس وهرجع لك تاني. المساعد اللي معايا هيعمل معاك الصح. وفعلا الواد مش بيأثر وبيحمله لدرجه انه عاوز يقتله وبينشف جسمه كمان. ومش كده وبس، ده كان عاوز الراجل ابو قلب طيب ده يدفي بطلنا بالسلاخه دي. بس وقتها السفن بتقع ورا بعض بسبب ان الدكتور والفرقه الباقيه بتتكلم على الاشخاص اللي فوق. سوجي بيحاول يوصل لبطلنا قبل ما يتسلخ وبيلحقه على اخر ثانيه. بيحاول يخنق الحارس لكنه مش عارف، فبيمسك النار وبيرميها عليه. بعدها بيمسك رقبته وبيقتله اخيرا. بيفك بعدها رايزو اللي كان بيموت حرفيا. ووقتها يوجي بيقول له احسن عشان شجاعتك
دي تبقى تنفعك. بيطلع بطلنا بره وبياخد باقي الفرقه معاه. الشخص اللي قدر يهزم رايزوا عارف اللي فيها وبيكون متضايق بس ما بيقدرش يتكلم لان الرئيس اللي طالبه. الرئيس قال له انا عندي حاجه احلى ليك، انا سامع ان في فرقه هنا بتعمل اي حاجه قذره مقابل المال، اذا كان من قتل لغيره لغيره، بس على ما اظن هم اقوياء جدا واشتهروا بالانتقام، فانا عاوزك تتصرف معاهم. وصحيح قبل ما انسى، هم اسمهم المنتقمون. ايوه دي فرقه صاحبنا رايزوا. نرجع بقى لرايزوا من تاني. كان بياخد العلاج في الكهف ده وبيحكي لفرقته عن كل حاجه حصلت وانهم عاوزينه عشان يقول لهم على مكان الافيون، وللعلم ده مش كميه صغيره، ده اطنان يا صاحبي، لكن انا مش عارف مكانه، واللي اعرفه بس انهم في حي يدعى حي ناجاساكي، وفي شخص قوي اسمه ليو قدر يهزمني، ومن هنا الاحداث هتولع. بعدها سوجي بيتجمع بعيلته من تاني. هانا بتساله عن رايزوا فقال لها انه مشغول حالا، وفعلا كان بيرسم المطلوب منه، بس لما بيفتكر موت كل من خطيبته وابوها بيبوظ الدنيا، فبيحاول يصفي عقله قبل ما ينهار بالكامل. بتعدي فتره قصيره وبتجيلهم مهمه جديده. مضمون المهمه ان في اشخاص قريبين منهم بيستعملوا افيون بطريقه مبالغ فيها لدرجه انهم بيودوه لاشخاص بريئه عشان ينفذوا طلباتهم. فواحد من الحاقدين جاب لنا الذهب ده عشان نتصرف معاه. فعلا بيبداوا التحرك والكل بيجهز نفسه. نيو بتحارب النساء اللي بره وبتقتلهم في لمح البصر. اوسوي بيغفلهم وبالفطيره بياكلهم لحد ما بيموتوا. والدكتور كان شغال بيقنص عليهم من فوق. واحلى مسا عليك. الزعيمه بتحاول تهرب والدكتور بيحاول يصيبها لكنها بتقدر تهرب. رايزوا قال له سيب لي الطلعه دي. الدكتور بيهجم بالاسهم على الشجره دي والزعيمه بتستغرب لحد ما بتركز. لقت رايزوا بيمسي عليها دلوقتي بقى لازم تموتي، بس هي هتموت وليو موجود ازاي يعني؟ رايزوا مش بيستنى وبيهجم عليه. بيقدروا يسيطروا على القتال في الاول، بس بعدها التفوق بيكون لليو. بيقدر بعدها ياخد سيف رايزوا وبيقول للزعيمه انها تهرب. رايزوا فهم انها فعلا شغاله معاهم، لكن عمك سوجي بيغفلها وهوبا طريق السلام انت. بيحاصروا ليو الاتنين مين؟ الدكتور بيسجل دخوله وبيبقى التالت. ليو بقى قال الجري نص الجدعنه والهيبه بتطير وراه. بعدها المهمه بتتم بنجاح والدنيا بتبقى تمام وعالي العال. بنروح بقى لاجتماع ساريزاو برئيسه وكل ده، ورئيس ليو موجود، او بمعنى اصح الرئيس التجاري. بيتناقشوا على فرقه المنتقمين وانهم السبب في الخراب وبيقتلوا بدون رحمه، ده غير انهم قتلوا واحد مننا. رئيس ساريزاو بيطلب منه يتدخل وبيوافق فعلا. بعدها بيخرج هو والرئيس التجاري. ساريزاو بيثبته على الجدار وبيقول له انا عارف انك تاجر افيون، هو كمان عارف انك سبب في كل المصايب دي كلها، بس الاقي بس رايزوا وافضلك بعدها. الرئيس التجاري بيستفزه بالكلام وبيقول له منتظرك يا حبيبي، اهم حاجه تلاقي دليل الاول بس على كلامك ده. يلا سلام. وشكلهم ما بيهزروش كده يا صديقي. بعدها بطلنا بيسلم الرسمه المطلوبه وبتعجب صاحب الشغل، بيديله حقه في المكافاه. واوسوي بيهني رايزوا، بيقرر ياخده لمكان مخصص ليه. فبيمشوا مسافه طويله وبيتاملوا في الاماكن اللي حواليهم، وده لحد ما بيوصلوا للمكان المخصص. اوسوي قال له من دلوقتي المكان ده ليك انت عشان تشتغل، لانك بقيت مشهور باسمك المزيف تاي تشين، وبقيت رسام مبدع وهيزوروك ناس كتيره الفتره الجايه، فانا فرحان لك جدا عشان هنسيب القتل. رايزو مش متقبل الفكره وانه عاوز يجيب حق ابو خطيبته من كل اللي كانوا السبب في موته. اوسوي رد بانه بعد ما يعمل كل ده هيستفاد ايه من القتل؟ نصيحه عيش حياه هاديه وبسيطه وابعد عن الكلام ده. وبعدها بيسيبه وبيمشي. فهو في الطريق بيتفاجئ بنيو قدامه. قالت له ليه ما قتلتوش؟ رد بان رايزو على عكسهم بيقدر يحذف ماضيه ويعمل حاضر نضيف، انما انتم خلاص فقدنا الامل فيكم. وبعدها بيروحوا. رايزو وقتها ما كانش عارف يعمل ايه، فبيقرر ياكل بره، لكنه لما بيخش المكان عشان ياكل لقى شخص قاعد معاه في نفس الطاوله شكله غريب جدا، والشخص ده باينه كده مش من الحي الصيني خالص. قال له بص يا عم انت مالك كده مرتبك ليه؟ رايزو قال له لو انت مكاني مثلا يعني تختار الرسم ولا القتل؟ طبعا اي كائن عادي عقلاني هيقول له الرسم، لكن الشخص ده بيفجرها وقال له اللي يريحك اختاره. شكل الواد ده سايكوباتي يا جدعان، ده بيزود الطين بله. وقال له لو عايز تقتل اقتل يا عم براحتك، انت شكلك شارب حاجه كده يا معلم، يعني بدل ما تقول للواد اي حاجه تشجعه ينسى ماضيه تقول له ارجع للقتل تاني. رايزو قال له قشطه يا عم وخد دي مني هديه، فهو بيحاسب له على الاكله. وفي نفس الوقت كان اوسوي مع زعيمه. قال له انا عرفت اللي عملته وانك خدت اصحابك لمهمه من غير ما اعرف، بس هسامحك المره دي لانك كنت بتعمل الصح. على العموم بص كده، بيوري له عمله ذهبيه لكنها مش معضوده. قال له طب وانا افهم ايه منها؟ فبيقول له مش مهم اذا كان في عضه ولا لا،
هو الشخص اللي بعتها باين انه بعتها وهو بيموت محروق. الشخص ده كان بيعاني وخلى واحد صاحبه يوصلها لنا، فلازم نجيب حق الشخص ده. وصحيح انا عرفت ان ليو متورط في قضية افيون فعاوزك تتصرف معاه. طب ما احنا بس ما بنقتلش غير بالعملة. الزعيم قال له ده استثناء، انت فاهم ولا لا؟ فأسوي بيرد وبيقول له تمام. بعدها بيجمع فرقته بما فيهم رايزوا اللي قرر يوازن بين الرسم والشغل بتاعه. قالوا بصوا يا رجالة، احنا مطلوب مننا مهمتين، الاولى نقتل ليو والتانية ننفذ مهمة العملة الذهبية، بس انا حاليا مش مريحني المرة دي المهمة دي، فخلونا نشوف كده غاية الزعيم ايه. ده غير انه دفع علينا مبلغ عالي برضه، بس شكل الذهب ده خدعة منه، وان هو اللي عملها عشان نقتله شخص معين ومعاه ليو. الكل بيتصدم من معنى الكلام، انت قصدك ايه؟ ايوه شكلنا هنقلب عليهم لو ده حصل، بمعنى اننا هنشوف هدفهم الحقيقي، ولو طلع شكنا في محله هنقتلهم حتى لو على جثثنا. يلا بينا نتحرك يا رجالة. بنروح بعدها للكاهن اللي رايزو حاسب على اكله، والمفاجأة انه مع الرئيس التجاري. فالرئيس قال له انا عاوزك تعمل مهمة معينة تدمر بيها المنتقمون، اكيد انت سمعت عنهم، بس انا المرة دي هشغلك بدلهم وهخليك تقتل شخص معين. الكاهن قال له قشطة، بص بقى عض لي دهب زي ما انت عايز عشان اقتلهولك. وهنا بيتريق من طريقة المنتقمون. وبعد فترة كان ليو بيجهز رسالة مهمة جدا بيديها للحارس عشان يوصلها، فنيو بتتحرك ناحيته وبتخبط فيه، بس بنت اللعيبة بتسرق الرسالة بخفة ولسه هتقرأ الرسالة لقيتها فاضية، وبوم ليو بيظهر من وراها بتحاول تهرب منه لكنه بيلحقها، بيقول لها كده خلاص قصتك انتهت. فرايزو بيظهر قدامه بيقول له سيبها يلا بس كده عيوني، وبيرميها في الجدار. رايزو قال له عاش، شد سيفك بقى عشان هوريك مقامك. لكن بنشوف الكاهن مع شخص قناص وعاوز يقتل شخص من الاتنين، اما رايزو او ليو. والمفاجأة المرة دي انه بيختار ليو. مش بس كده، لا ده ليو كمان طلع فيه حاجة هو مخبيها. فلما رايزو بيقول له انت عاوز الافيون لمصلحتكم، ليو بيستغرب وبيقول مصلحة مين يا عم؟ ولسه هيكمل لقى طلقة بترشق في قلبه مزقته حرفيا. رايزو بيتصدم، بيحاول يحميه يمكن في امل انه يعيش. وقتها كان أسوي قدر يوصل للرسالة الحقيقية ومضمونها ان ليو شغال مع الامبراطور الشمالي لحماية المدينة ومكافحة الافيون. بعدها رايزو بيحاول يخبي ليو في مكان امان، قال له ما تقلقش الطلقة ما جاتش في قلبك بالظبط، وانا بعت نيو تجيب لك دكتور. هوبا شخص بشعر احمر بيظهر في وشه اسمه رايناتارو، قال له مالك كده، ما تسيب لي الراجل ده اقتله. رايزو مش عارف هيعمل ايه لحد ما بيقطع كلامهم شرائح سوجي المتطايرة. لسه رايناتارو بيقول له ما تصحصح يا عم انت بتعمل ايه؟ لا رايزو خد ليو وهرب بسرعة، بيقول له انا هعالجك ما تقلقش، بس انت ليه عاوز الافيون؟ ليو قال له انا مش عاوز الافيون يا عم، انا عاوز ادمره. رايزو قال له انت هدفك نفس هدفنا بالظبط، على العموم استريح على ما اجيب لك دكتور. الكاهن بيشوف كل حاجة، فالقناص بيقول له اصوب عليهم، فالكاهن بيقول له لا احنا بنسجل حضورنا بس وبعدين هنبقى نتصرف معاهم، اهم حاجة دلوقتي ابعت اشارة لرايناتارو عشان يحضر. وقتها رايناتارو كان بيحارب سوجي، بيهجم عليه بالمنجل بتاعه لكنها مش بتصيب سوجي، ولسه هيتقدم على رايناتارو، بس اول ما بيشوف اشارة الكاهن بيقول لسوجي اقف، والمنجل بيرجع تاني. فلو سوجي كان اتقدم خطوة كمان كان هيودع الملاعب، ورايناتارو بيسيبه وبيمشي. بعدها ليو بيفتكر ماضي ليه وانه كان بيحاول يدمر الافيون في مملكته لحد ما بيفوق وبيزعق عشان يسيبوه. الدكتور بيلاحظ فبيتحرك ناحيته، قال له انت دلوقتي جسمك متدمر، لو اتحركت هتموت. على العموم انا عرفت جماعتك انك لسه عايش، بس قول لي بقى غايتك ايه بالظبط؟ ليو قال له القضاء على الافيون. رايزو وضح بان ده هدفهم، ايه رايك نتعاون؟ لكن ليو بيرفض لانه جاي من مملكة تانية وان ليه طرقه الخاصة اللي هيدمر بيها الافيون، فمش محتاج مساعدة من حد. أسوي قال له ده بياخد حق الناس المظلومة، خد بس روق كده واشرب ده. ولسه ليو بيشرب لقى نفسه اغمى عليه، وده كله عشان يريح جسمه من التعب. بعدها الدكتور بياخد أسوي على جنب، قال له عارف معنى ان ليو بيحاول يدمر الافيون ده ايه؟ ده معناه ان لو الزعيم بتاعنا عارف هوية ليو ساعتها هيكون ليه علاقة بيها وبيضحك علينا. أسوي قال له ما تقلقش انا هزوره قريب وهقول له على كل حاجة، بس لو ما رجعتش فانت القائد من بعدي. فرايزو قال له يلا بينا لانهم بيدوروا عليك. فعلا بيبداوا يتحركوا، وفي نفس الوقت كان رايناتارو وصل لاتباع ليو، وهوبا الكاهن من وراه مسا على الرجاله، انا جاي بس اعمل ازاله ليكم من العالم ده. الحارس قال له قشطه وبيرمي الطاوله عليه، بعدها السيف بيقسمها لنصين، مفكرين طبعا انهم خلاص قدموا عليهم، لكن
لكنه بيظهر قدامهم وبيصد الاولاني وبيشرحه مع التاني. رايناتارو قال له ما تهدى يا عم، انا عاوز اخد نصيب انا كمان، اقول لك موت يلا، وبيقضي على الراجل العجوز. بنروح بقى للفرد الثالث بتاعهم اللي هو القناص، بيرمي قنبله على البارود بتاع سفينه ليو فبيفجرها باللي فيها. ليو اتصدم فرايزو قال له مكانك على ماجي. بيروح من هنا وبيظهر مقاتل من هنا. ليو قال له تمام هموت وهاخدك معايا. بيهجم على ليو لكنه بيصدها وبيحاول يهجم عليه، لكن اصابته مؤثره عليه بشكل كبير، ولسه المقاتل هيقتله لقى رايزو في وشه بيصد الضربه. رايزو بيعرفه مقامه وبيقول له اهرب بدل ما اقتلك، وبعدها بيروح يشوف ليو اللي خلاص بسبب تحركه فالاصابه الخطيره اثرت عليه وشكله كده هيموت يا صديقي. ليو قال له انت شبه يا رايزو، لكني طالب منك طلب اخير، تجيب حقي باي طريقه لاني خلاص هموت، لازم تقضي على الافيون. رايزو قال له عض العمله بسرعه وانا هنفذ لك كل حاجه، وليو فعلا بيعمل كده، وللاسف بعدها بيفارق الحياه. الاخبار بتوصل للرئيس التجاري، فرح جدا بالخبر ولبس تهمه قتل ليو للمنتقمون، وكل ده من تخطيط الست دي، ولو ما تعرفهاش فدي مساعده رئيس اوسوي. قالت احنا ما نعرفش مين المنتقمون دول اصلا، كل اللي عليك تعض العمله وهنعمل معاهم الواجب. فالرئيس بيقول عيوني وبيسمع كلامها. بعدها بياخد الكاهن لمخزن الافيون بتاعه وبيقول للكاهن انا اللي كنت ورا كل حاجه والسبب في دمار كله، اجهز بقى لان اللي جاي اصعب يا عم الكاهن. قال له منتظرك يا فنان. اوسوي بيروح لسرايزو وبيقول له على الوضع وان ليو كان بيحارب ضد الافيون، فبيفهم ان في لعبه حصلت غيرت كل حاجه عشان توقع ما بينهم، شكل كده لازم اتدخل في اللي بيحصل وساعتها مش هرحم حد. بنروح بقى رايزوا وسوجي اللي حسوا بشعور خطر فبيتحركوا ناحيه السقف وان في حد خلاص هيكتشفوا مكانهم، فبيقرروا يسيبوا البيت حمايه للعيله. بيروح سوجي للدكتور عشان يسكن عنده هو ونيو. بيسالوه عن اوسوي، قال لهم انه شكله راح النهارده عند الزعيم وهيحكي له عن كل حاجه حصلت. سوجي قال هو عبيط ولا ايه ده ممكن يموت فيها. الدكتور قال له هو اوسوي عاوز كده. سوجي مش مستحمل التوتر ده لكنه بيقرر يصبر على امل ان اوسوي يرجع تاني. وقتها هو كان هناك فعلا بيتحرى عن كل كبيره وصغيره لدرجه انه بيتهم الزعيم بتهمه الخيانه، وغير ان ليو باخر انفاسه عض العمله ودي اقوى عضه شفتها، فانا اسف ولازم احقق مبتغى ليو. الزعيم قال له تمام اعمل اللي انت عايزه. بيروح لرايزوا بيعرفه بكل حاجه وانهم هيبداوا يتحركوا، ورايزوا بيشكره على كل حاجه وانه حقق مبتغاه. اوسوي قال له ولا يهمك اجهز بقى للطلعه الجديده، فرايزوا قال له تمام. بعدها نروح لسوجي راح يستكشف مكان احتمال فيه افيون، لكن المفاجاه ان مساعده الزعيم هناك. بيقرر يمشي من المكان لكنها بتمشي وراه. قال لها انت عاوزه ايه بالظبط وليه انت هناك؟ لسه بيجهز سلاحه ولقاها خدت السلاح بجهاز مغناطيسي. البنت بتذله حرفيا. بعدها بتقول له ان رايزو هو مفتاح اللغز والسبب في كل حاجه، هتفهم مع الوقت، وبترمي له اسلحته وبتسيبه وبتمشي. بعدها مساعده الزعيم بتعرفه بان اوسوي شكله ناوي على العصيان، فشكلنا كده لازم نتخلص منه. الزعيم قال لها انا بفكر في كده برضه وناوي ابعت لهم الكاهن اللي عندهم. وقتها بنشوف سوجي بيستدعي اوسوي ضروري. قال له فاكر اول مهمه الرايزوا؟ على ما اظن لما تمت دقيقه الجرس مع ان ما كانش فيه غيرنا في المكان، وعلى ما اظن انت كنت تقصد حد مش كده؟ اوسوي قال له ايوه، فقبل ما قتل هيراتا بفتره بسيطه قال لي انا رايح لمهمه صعبه واحتمال ما يرجعش منها، لكني لو مت فانا عاوزك تاخد بثأري عن طريق العمله. اوسوي قال له تمام وبيسيبه وبيمشي. طبعا هيراتا مات فرحت عرفت بنته بكل حاجه وانه هينتقم لهيراتا. قالت له تمام شكرا، بس هي سالته مين اللي قتل ابوها. اوسوي قال لها رايزو اللي قتله. البنت اتصدمت ده ازاي كده؟ اوسوي استغرب هو انت تعرفيه؟ فبتقول له اعرفه ايه ده خطيبي. بتاخد عمله معدنيه ومن قوه العضه بقها بيتجرح. قالت له اقتل رايزو هاخد حق ابويا منه، عاوز اشوفه ميت باي طريقه. قال لها عيوني وبيسيبها وبيمشي. سوجي قال له طبعا الواد ده صعب عليك وانه ندمان وساعدنا وهكذا صح؟ فاوسوي قال له ايوه بس هو قتل بسوء ظن. يا راجل يعني احنا ما عداش علينا ناس قتلناهم بسوء ظن، انا اللي هتصرف معاه. اوسوي قال له حاول بس صدقني مش هتقدر تقتل صاحبك لانه دخل جوه بيتك وكل معاك وعشتوا سوا، فازاي هتقتله بالساهل؟ ورينا كده فنان. قال له تمام وبينطلقوا للمهمه الجديده. كان وقتها القناص عاوز يقتل رايزوا ومنتظر اي فرصه لان لو الطلقه اتضربت غلط هيتعرف مكانه، وكان اصلا الكل بيراقب من كل حته ما عدا سوجي اللي كان بيراقب رايزوا نفسه، عاوز يغفله ويقتله باي طريقه لكنه مش قادر. خلاص هيرمي الشريحه وهوبا رايزوا بيطير عليه، بس ده مش بيحاربه، لا ده بينقذه من طلقه رصاصه
رصاصة وبيتصاب هو، لكن الإصابة كانت خفيفة شوية. بعدها بيهربوا من المكان بسرعة. بتعدي فترة قصيرة وبنشوف نيو في سفينة الكاهن بتحاول تاخد المعلومات الكافية، لكن ريناتارو بيقدر يلاحظها ولسه هياخدها معاه، لقاها بتنط على البحر وهجمت بسهم كانت هتجيب أجل ريناتارو. وبعدها الكاهن كان مع الرئيس التجاري وبيصوروا ست ميتة، فالرئيس التجاري قال له أنا عاوزك النهاردة تخلص على كله، وهنا قصده على المنتقمون. في نفس الوقت كان أسوي عند رايزوا قال له هنبدأ نتحرك لأن المعركة الأخيرة يعتبر النهاردة، يلا بينا. فعلا بيبدأوا يتحركوا لمكان الكاهن وفرقته، بس هما كانوا منتظرينهم أصلا لأن الحرب على مشارف نهايتها خلاص. بعدها أسوي بيتحرك ناحية بيت الرئيس التجاري، بيقتل في الأشخاص الموجودين هو ونيو. فجأة بيظهر اتنين في المكان فبيقضي عليهم، وكل شوية أشخاص كتير بتظهر، ناس غلابة ما يعرفوش إن اللي قدامهم اتنين مجانين بينزلوا فيهم شمال ويمين، وأحلى مسا عليك. هوبا أسوي بينفخ حاجة على عين الواد ده، فبيجي نمر ياكله بأبشع طريقة. ومن ناحية تانية بيهجم الدكتور على طاقم الكاهن، هو بيفجر السفينة بتاعتهم. بعدها بيتحرك كل من الدكتور ورايزوا وسوجي للمكان، فالكاهن بيقدر يحس بحضورهم وبيستغرب هو فين كل من أسوي ونيو، لكنه عارف انهم راحوا للرئيس التجاري. قال دول بيستهينوا بينا، يلا نعرفهم مقامهم. صحابنا بعدها بيعرفوا ان الكاهن فوق البرج، فبينفذوا خطة وبيبدأوا يتحركوا، وايوه بيستهدفوا القناص عشان يهجم عليهم. وبعدها الدكتور بيقتله على طول، بس لو كان قناص واحد كانت الحكاية مشت، بس دول اتنين. وهوبا القناص التاني بيرشق رصاصة في جنب الدكتور، وريناتارو بيرمي السلاح على سوجي لكن رايزوا بيلحقه. بعدها بيهجم على ريناتارو اللي بيرمي سلاحه من الناحية التانية. يوجي بيحذر رايزوا، ففي آخر لحظة بيتفادى الضربة ومع شريحة سوجي اللي غيرت اتجاه السلاح وبيقدر يقتل ريناتارو بسلاحه. والمفاجأة بقى صديقي ان بينما القناص كان فرحان لقى سهم طوله 7 متر راشق في كتفه. كده الأحوال تمام وقدروا يسيطروا على الوضع. رايزوا بيسيب سوجي مع الدكتور وبيقرر يمشي. رايزوا بيتحرك ناحية الكاهن وبيقدر يوصله فعلا. ياه وحشتني يا جدع من آخر عزومة. قول لي بقى شايف المخزن الكبير ده؟ هو ده مخزن الأفيون، بس قبل ما توصله لازم تقتلني. رايزوا قال له بس كده تعالى، وبيهجموا على بعض. بنشوف بقى أسوي بيجهز عشان يهاجم النمر. نيو بتسبقه وبتهجم عليه لكن مش بتقدر تقتله، فأسوي بيستعمل تقنية غريبة بيجيب بيها النمر للبحيرة، والبحيرة دي بقى يا صديقي فيها أسماك بيرانا بتقطع النمر ومش بتسيب فيه حتة سليمة. نرجع بقى لرايزوا من تاني، بيهجم على الكاهن بتقنية ليوس، لكن ده الكاهن يا حبي بيصدوا كل هجمات رايزوا والنتيجة متكافئة. متكافئة ايه ده؟ الكاهن بيمرجحه يمين وبيشطوحه شمال وبيجرحه، مش سايب في الواد حتة سليمة حرفيا. بعدها بيثبت السيف في قلبه وكده بقى جيم اوفر. عندك اي كلمات اخيرة؟ قال له ايوه خد دي. بيتحرك ناحية السيف وبيهجم على الكاهن اللي كان مش مصدق جرأة رايزوا. بيحاول يهرب من رايزوا بسرعة وبيقول لشخص يدعى ساتو انه يظهر، وساتو ده هو الشخص اللي كان هرب من رايزوا. بيهجم على بطلنا بالنار لكن رايزوا بيتفاداها وبيرمي السيف في بطن الواد ده وبيقتله حرفيا. ووقتها كان الكاهن وصل للمخزن بتاع الافيون وبيقطع على الجسر، وده عشان رايزوا ما يقدرش يوصل له. بس على مين؟ الواد بيقلب على الكذب الهندي وبيرميه لفوق، وبهجمة واحدة قدر يقسم الكاهن نصين. الكاهن على اخر انفاسه بيقول يخرب بيت كدبك يلا. الهند شكلها وصلت رسالتها هنا صديقي. وفي نفس الوقت كان أسوي وصل لرئيس التجاري، قال له النهاية هنا. الرئيس قال له طب اصبر بس اقول لك على حاجة. بيحاول يغفله لكن أسوي بيتفاداها بسرعة، بيجي من وراه وبيستعمل القوة عليه. دلوقتي بقى ارقد في سلام. وبيموت الرئيس التجاري وبكده خلاص حققوا اللي هم عاوزينه. وبتعدي الايام وبتفوت الشهور وبنعرف بعدها ان كل شخص راح في حال سبيله. والدكتور كان لسه عايش وبصحة اسد، بس هم ما كانوش يعرفوا عن رايزوا حاجة وانه احتمال يكون مات اصلا. لكننا بنشوف رايزوا قاعد يرسم وبيتشهر اكتر واكتر. فنيو وهي معديه بالصدفه بتفهم انه لسه عايش وبيرسم، فبتعرف كله انه عايش لحد ما بيجي يوم على بطلنا كان عاوز يرجع للايام الخوالي. بيقرر يروح يزور اول مكان قابل فيه أسوي، بيتذكر كل حاجه مرت معاهم اذا كانت حلوه او مره، لحد ما فجاه ساتو بيغفل رايزوا بطعنه من ظهره. رايزوا مش بيدي رد فعل وبيضحك في وش الواد. ساتو بيستغرب فبيهرب بسرعه. رايزوا قرر اخر قرار ليه وانه هيموت في نفس المكان اللي قابل فيه صاحبه أسوي. وبعدها بفتره قصيره كان أسوي معدي في نفس الطريق بتاع رايزوا وحس بوجوده، لكنه كان خلاص فارق الحياه ومات مبتسم وفرحان
طبعا من غير ذرة ندم. أسوي بيزعل جدا وبيقرر يدفن صاحبه، وهنا بتنتهي الحكاية. يا سلام يا سلام والله يا جدع، يا سلام، من أجمد الحكايات اللي عملتها، كله أكشن وقصة تستاهل الصراحة. لو عجبتك ما تنساش الاشتراك والدعاء لإخواتنا في فلسطين واللايك الرهيب، واشوفكم على ألف خير. سلام.